حاميها حراميها. 40 دكتور تابعين لمستشفيات كبيرة جدا من أكبر مستشفيات مصر، ومتورطين في جرائم سرقة الأعضاء البشرية. القضية النهاردة زي ما قلت لكم بتتكلم عن أكبر تشكيل عصابي طبي لسرقة الأعضاء البشرية. في الأول خلوني أبدأ معاكم وأقول لكم إن حاليا بيعتبر جرم إن أي طبيب يعمل عمليات خارج غرفة العمليات التابعة لأي مستشفى خاصة أو حكومي. فقوات الأمن وصل لها خبر بإن في شقة في الهرم مأجرها مجموعة من الأطباء، وفي الحقيقة اتشك في أمرهم، بس آخر حاجة كانت ممكن تخطر في بالهم إنهم يكونوا بيعملوا عمليات في الشقة دي، وده طبعا بيعاقب عليه القانون زي ما قلت لكم. فطبعا قوات الأمن هجموا على الشقة ولقوا فيها عدد من الأطباء، وكان معاهم أدوات جراحة كاملة ومشارط طبية ومستخدمة. فزي ما قلت لكم أقصى حاجة كانوا ممكن يتخيلوها إنهم يكونوا بيعملوا عمليات مشبوهة أو غير شرعية في الشقة دي. وبعد ما تم القبض عليهم وخلال الاستجوابات، اعترف الأطباء دول بإن ليهم شركة تانيين وشقة تانية في اسكندرية، وبدأوا بقى يعترفوا ويقولوا إن الشقة دي ما كانتش بتستخدم أبدا في العمليات الغير قانونية، ولكن كانت مقر لتفريغ الأعضاء البشرية. ومش بس كده، لا دول كمان اعترفوا إن في مجموعة من السيدات شغالين تحت إيدهم، ومهمتهم بقى إنهم يجمعوا الأشخاص اللي بتتم سرقة أعضائهم. وعرفنا كمان إن السيدات دول من المحلة، ولكن في الحقيقة البشع في الموضوع مش إن في سيدات بتسرق أعضاء أو إن في ناس أصلا بتتم سرقة أعضائهم. البشع في الموضوع فعلا واللي بيتنافى تماما مع ميثاق الشرف الطبي هو إن كل ده بيتم تحت زعامة تشكيل طبي كبير جدا. وبعد ما اتقبض على الأطباء دول وخلال التحقيقات معاهم، اعترفوا إن في 75 طفل كانوا بيجهزوهم لسرقة أعضائهم، والأطفال دول كلهم كان أهاليهم عاملين بلاغات تغيب عنهم، وكان كل طفل تقريبا منهم من محافظة شكل. وطبعا قوات الأمن دلوقتي شغالة على إنها ترجع الأطفال دول لأهليهم، وإن شاء الله هيحصل قريب جدا. وزي ما قلت لكم طبعا ال40 طبيب دول أنا معايا كشف بأسمائهم كلهم، بس طبعا مش هقدر إن أنا أعلن عن أساميهم دي غير لما النيابة العامة تصدر قرار بالحكم عليهم. بس خلوني كده أقول لكم عن الأماكن اللي كانوا تابعين ليها، بس أرجوكم امسكوا أعصابكم وما تتخضوش، لأن اللي هتسمعوه فعلا يخض. تاني صدمة هتعرفوها دلوقتي هي إن في 4 من الأطباء دول كانوا شغالين في مستشفى دار الشفاء الخاصة، ودول بقى كانوا متلبسين بالجريمة، وكانوا في التشكيل ده متخصصين بتفريغ الكلى والنخاع الشوكي، وبيستخلصوا كمان بلازمة الدم. وغيرهم كمان كان في مجموعة من الأطباء متخصصين في نفس تخصصهم، ولكن بقى كانوا شغالين في مستشفى القصر العيني والأزهر وأحمد ماهر الخاصة. وكان من ضمنهم دكتور عمره 60 سنة استشاري جراحة قلب في المعهد القومي للقلب، وكان من ضمنهم برضو استشاري في المعهد القومي للكلى والمسالك البولية. وطبعا مش هيفوتهم أبدا إن يكون من ضمنهم دكتور تخدير وعناية مركزة في مستشفى جامعة الأزهر، وغيره استشاري أوعية دموية في مستشفى أحمد ماهر الخاصة برضه، ومدرس جراحة في كلية طب القصر العيني جامعة القاهرة. ومن ضمنهم كان في طبيب بشري مع إنه لا يمت للبشر بأي صفة، وكان معهم كمان طبيب بشري تاني في مستشفى شبرا العام، ونفس التخصص طبيب في مستشفى دار الشفاء، وفي مستشفى عين شمس، وأخصائيين في المعهد القومي للكلى وفي المركز القومي لنقل الدم. وكان معاهم كمان طبيبة أشعة في مستشفى الشرطة، وأستاذ باطنة في كلية طب جامعة عين شمس. ومعهم طبعا فريق تمريض كامل مكمل، واحدة كانت أخصائي صحة نفسية في الخنكة بس دي هربت ولسه مش لاقيينها، ومشرف تمريض في العباسية، وأخصائي تحاليل وده طبعا ما يقدروش يستغنوا عنه. وكان معاهم طبعا أخصائي سوشيال ميديا بيروج لعيادتهم كلهم علشان يقدروا يستقطبوا المرضى اللي هيتخلصوا منهم ويفرغوا أعضائهم البشرية واحد واحد. وكان معاهم كمان صاحبة مركز تجميل، لزوم يعني استقطاب الناس اللي مهتمة بشكلها. والأغرب إنهم كان معاهم مسؤول شؤون طبية في السفارة السعودية، وأطباء تانية من مستشفى دار ابن النفيس. كل ده أنا كملته بس علشان أقول لكم يا ريت تنشروا القضية دي على أوسع نطاق، ويا ريت نوعي نفسنا ونوعي كمان اللي حوالينا، ونعرف إننا للأسف بقينا في غابة والناس كلها بتنهش في بعضها بدون شفقة أو رحمة. ولو حد فينا لا قدر الله احتاج إن هو يعمل عملية في يوم من الأيام، لازم يطلب تصوير العملية دي على فلاشة
ولازم تبقى الفلاشة دي معاه وترجعوها بعد كده بعد ما يتم الإفاقة، علشان تتأكدوا إن ما تمش استئصال أي عضو تاني غير الحاجة اللي كانت موجودة بس في العملية. وده لأنهم اكتشفوا إنهم برضو بيسرقوا أعضاء خلال العمليات الجراحية اللي بتتعمل في المستشفيات. ده غير طبعا الفريق التاني اللي كان مسؤول عن تفريغ الأعضاء للأولاد المخطوفة. يا ريت يا جماعة نشير الفيديو ده على أوسع نطاق ونوعي الناس كلها ونوعي نفسنا وناخد بالنا كويس قوي. وفي الآخر ربنا يحفظنا جميعا يا رب.